لو انت صاحب بيزنس واحنا دلوقتي في شهر ديسمبر نهاية السنة، ففي شوية حاجات لازم تعملها. أول حاجة مراجعة الإيرادات والمصروفات، جالنا كام وصرفنا قد إيه. تاني حاجة تحليل المكسب، إيه أكتر شهر كسبت فيه، إيه أقل شهر كسبت فيه، عشان تقدر تعرف الباترنز اللي البيزنس بتاعك ماشي بيها. تالت حاجة تراجع الأهداف اللي انت حطيتها أول السنة وتشوف انت حققت كام في المية منها. لازم تقيس أداء التيم اللي معاك، لازم تقيس أداء فريق العمل بالكامل، خصوصا فريق العمليات اللي بيشغل لك الدنيا. لازم تكون فاهم هو بيعمل ايه وعمل ايه خلال كل السنة. هل فريق التشغيل ده محتاج يتحسن ولا الدنيا تمام؟ كمان لازم تسأل نفسك سؤال: الاستراتيجيات التسويقية اللي اشتغلت بيها كانت فعالة ولا لأ؟ جابت نتيجة ولا لأ؟ لازم تراجع المنتجات أو الخدمات اللي انت بتقدمها، هل محتاجة تتطور؟ هل محتاجة تتحسن؟ هل في حاجة انت محتاج تضيفها؟ هل في منتجات محتاج تشيلها؟ تدرس المنافسين من أول وجديد. من الناحية المالية في شوية حاجات لازم تعملها. أول حاجة لازم تشوف الكاش فلو اللي معاك قد إيه. تاني حاجة تسدد ديون، تجدول المستحقات نفسها. تالت حاجة تعمل ميزانية جديدة للسنة الجديدة بالأرقام اللي انت متارجتها. كمان لازم تعمل خطة للسنة الجديدة. خطة السنة الجديدة لازم يكون فيها 3 أهداف: تحسن الربحية وتزودها، تاني حاجة توصل لشريحة عملاء أكتر، تالت حاجة تحسن الكفاءة التشغيلية. ابدأ اعمل خطة عمل، خطة ل3 شهور لأول كوارتر، وخطة سنوية، وكل 3 شهور بتغير الخطة وتخليها ملائمة مع الخطة السنوية الهدف الكبير اللي انت شغال عليه. لو انت شغال مانيوال حاول تجيب تولز تساعدك في الشغل توفر عليك أي مجهود ووقت. في السنة الجديدة حاول تكون جاهز بشكل أقوى لأي فرصة تجيلك اللي انت تقدر تستغلها كويس بما يتناسب مع الخطط بتاعتك والأهداف اللي انت عايز توصلها. لو عايز تشوف فيديوهات تانية زي دي اعمل لي فولو وتابعني. مع السلامة.